عمرك وقعت في تجربة وفشلت فيها وحسيت إن الدنيا وقفت؟ طب لو قلت لك إن الفشل مش هو النهاية، بل بالعكس هو أول خطوة للنجاح الحقيقي. بص يا صاحبي، مفيش حد ناجح في الدنيا دي إلا وعدى على تجارب فشل حقيقي. الفشل مش عيب، العيب إنك تسيبه يكسرك. كل مرة بتفشل فيها أكتر دي رسالة من ربنا إنك لسه محتاج تتعلم أكتر. يعني بدل ما تقول أنا مش نافع، قول أنا لسه ما وصلتش ولسه قدامي طريق لحد ما أوصل. بص حواليك، شوف كل المخترعين، كل العلماء، كل الناجحين، كل دول اتعلموا من الفشل قبل ما يفرحوا بالنجاح. توماس إديسون مثلا جرب 1000 مرة قبل ما يوصل لاختراع المصباح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يعني خليك دايما في السعي حتى لو وقعت 100 مرة. اللي بيميز الناجح عن غيره مش إن هو ما بيفشلش، لا، ده إن هو بيتعلم من الفشل وبيقوم تاني. كل سقوط بيخليك قوي، وكل تجربة فاشلة بتقربك من الصح، والمحاولات المتكررة هي اللي بتوصلك في الآخر. بمعنى أصح، اللي هيعيش من غير ما يفشل عمره ما هينجح، لأنه ببساطة عمره ما هيجرب. فخلي شعارك من النهاردة أنا هتعلم من كل فشل وهحوله لسلم يرفعني لفوق. افتكر دايما إن النجاح مش إنك ما فشلتش، النجاح إنك تفشل وتقوم وتفضل ماشي لحد ما توصل. قول لنفسك دلوقتي إن الفشل مش عدوى، الفشل هو معلمي. وده كان الفيديو رقم 2 من سر النجاح الحقيقي. تابعني علشان تعرف أكتر.